كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. أنا واحد العامل من عمال شركة نسيمة فود اللي هي أغوزال سابقا. أنا تقريبا واحد 33 سنة في هذه المؤسسة. بكل صراحة ما عمرنا وصلنا بحال هذه الحالة اللي وصلنا لهاد الناس هادو. تصوروا معي أدنى حق ما كاينش في هذه الشركة هذه، حظيرة ديال الزريبة ديال البهائم حاشاكم ما عندهاش ولو غرام ديال القانون. وحنا من هذا المنبر هذا كنطالبوا غير بتطبيق القانون، مدونة الشغل. ما كاين لا لامو لا سينيسيس لا خلاص مقاد لا حتى حاجه ما كاينش في هذا اسمه. شكرا. تحيه نضاليه من امام معمل اغوزال تخوض عاملات وعمال شركه نسيمة فود هذه المعركه من اجل حقوقهن وحقوق العمال، حيث بلغت 4 الكنزات بالنسبه للعاملات الموسميات وشهرين بالنسبه للعمال المرسمين. الان حنا نخوض هذا الاعتصام هذا منذ 15 يوما للمطالبه بحقوق هاد العمال والعاملات باش يتخلصوا. يعني المطلب ديالنا مشروع، ما كاينش شي عمل بدون اجره، وهاد الشركه هذه عيات من التسويف ومن التماطل. والسلطات كانت هناك جولتان من الحوار مع السلطات، الا ان العرض المقدم لم يرقى الى المطالب ديال الشغيله بشركه نسيمة فود. حنا اليوم نخوض هذه الوقفه الاحتجاجيه اليوم بعد 15 كما قلت 15 يوما من الاعتصام، ونحن سنطور من احتجاجنا، حيث سنقوم ان شاء الله ان لم تلبى المطالب ديالنا سنخوض معارك اخرى، مسيرة احتجاجيه نحو البشويه او نحو العماله. سنخوض جميع الاشكال التي يخولها لنا القانون بشكل سلمي وتنظيمي، على اساس اننا ننتزعوا الحقوق ديال هاد العمال والعاملات بمعمل أغوزال لتصبير السمك المسير من طرف شركة نسيمة فود. السلام عليكم. نحن عمال شركة نسيمة فود وعاملات هاد الشركة. كنظموا هاد الوقفة النضالية اللي كنطالبوا فيها من حقوقنا اللي هي مشروعها وكي يحد عليها القانون نتاع الشغل، وحنا ما كنفتقروا ليها بزاف. ما عندناش عرام تاع الحقوق، ما عندناش لامو، ما عندناش ديكلاراسيون. اقل حاجه الاجره هي متراكمه. جميع العمال كيعانوا مع هذا الغلاء ومع هذا غلاء الاسعار. الناس بغات ما تصرف، ما عندهمش ما يصرفوا. كاين الناس اللي عندهم الاقدميه هنا، كاينين خدامين الناس 30 عام، كاين اللي خدام 40 عام، كاين اللي خدام 20 عام، ما كيتمتعش بالحقوق ديالو كعامل. ثانيا الاجره معطله متراكمه بزاف، 4 الكنزات والشهوره شهرين. هذا الشيء بزاف وكثير على العمال تحملوه التعيا، ودابا داروا هذه الوقفه النضاليه اللي كيطالبوا فيها بالحقوق ديالهم. تخوض عاملات وعمال أغوزال معمل البيضاوة لتصبير السمك معتصم دام الآن 15 يوما. اليوم نخرج قرب معمل أغوزال تعبيرا على إخراج الصوت من داخل المعتصم إلى المنابر الإعلامية ولجميع جميع المتتبعين ذلك أن الأمر هؤلاء العمال وهؤلاء العاملات لم يتقاضين أجورهم 4 الكنزات كي تنقولوا 4 أنصاف، والعمال شهرين وما أكثر. وهناك مستحقات قديمة كذلك.
هناك مشكل في ما يخص التغطية الاجتماعية لسنسيس لامو وجميع القضايا المرتبطة بالشغيلة داخل هذه الوحدة الصناعية الإنتاجية. لذلك ندعو جميع المنابر الإعلامية والحقوقية والجمعوية لمؤازرة هذا المعتصم الذي تخوضه النساء منذ 15 يوما. لذلك فإن المحطات النضالية ستبقى مستمرة إذا لم تتدخل السلطات المعنية الشغلية والمحلية وكذلك المشغل ويكون له عرض أحسن مما قدم. فالعرض الذي قدم لا يفي بالغرض، وما زلنا نحتاج إلى عرض أحسن لكي تحل هذه المشكلة وتبدأ هذه الوحدة الصناعية في العمل والاشتغال.